مر على التاريخ قصص عن القاتل المتسلسل، منهم اللي ما اكتشفتش جرائمهم، ومنهم اللي اتقبض عليهم ومحدش عارف عنهم حاجة، ومنهم اللي اتشهروا زي أخطر 8 سفاحين مروا على تاريخ مصر. أحيانا القاتل المتسلسل بيقتل بغرض الاستمتاع بالدم أو القتل، زي الدكتور هنري الأمريكي سنة 1885. أول قاتل متسلسل في العالم كان دكتور في الجامعة ومحترم وابن ناس، ما يبانش عليه خالص، بس طلع سفاح من الطراز الأول وقتل له 200 شخص. صلوا بينا على النبي. ويلا نبتدي حكايتنا بأخطر 8 سفاحين في تاريخ مصر. بس ما تنسوش اللايكس والشير، ولو لسه ما اشتركتش ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس. أول جرائم القتل المتسلسل في مصر كان بداية عصابة رايا وسكينة، ودي معروف قصتهم وكمان أنا عاملة فيديو عنهم. سفاح كرموز سنة 1911 اتولد سعد اسكندر عبد المسيح في أسيوط. ده بقى السفاح الوسيم، طول بعرض بعيون عسلية وكاريزما وابن ناس. قرر سعد ان هو يستغل الكاريزما اللي عنده ويشتغل على الستات. دخل في علاقة مع أرملة غنية وكبيرة في السن. في سهرة من سهراتهم قام قايم عليها، قتلها وسرق ذهبها وفلوسها وأخد بعضه وراح على اسكندرية. فتح سعد محل للأقمشة والنسيج. اختار بالذات الأقمشة ليه؟ عشان أغلبية زبائنهم ستات. تدخل الست في المحل تلاقي قدامها شاب وسيم ولسانه حلو، يقنعها ان هي تدخل المخزن عشان تتفرج على الأقمشة الجديدة، وهي تدخل من هنا وهو يقتلها من هنا ويسرق فلوسها وذهبها، يحفر حفرة في المخزن ويدفنها فيها على طول. تقولش رايا وسكينة رجعوا تاني؟ وفي يوم سنة 1948 دخلت عليه في المحل واحدة اسمها فاطمة، بس دي ما قتلهاش، ده وقع في حبها ودخل في علاقة معاها وبدأ يروح لها البيت، وعشان الجيران ما يعملولهاش مشاكل قالت لهم انه بيكون اخوها. وفي يوم من ليالي الأنس بتاعتهم فاطمة حكت له عن جارتهم الست بومبا العجوزة اللي ساكنة في البيت اللي جنبهم، معاها فلوس وذهب كتير ورثاها عن أهلهم ويعني عايشة لوحدهم. ما كدبش خبر سعد، خرج من عند فاطمة من هنا راح للست بومبا على طول من هنا يخبط على الباب. فتحت له، قام حاطط ايده على بقها عشان يكتم نفسها وضربها بالساطور، بس كانت الأول صرخت صرخة بصوت عالي. دخل بقى سعد لم الفلوس والذهب، وهو خارج لقى واحدة من الجيران اللي اجت على صرخة الست بومبا اسمها قطقوطة جاية تطمن عليها وتشوفها كانت بتصرخ ليه، فضربها هي كمان بالساطور. بس حظه بقى ان قطقوطة دي ما ماتتش، وقالت للشرطة اللي ضربها بيكون اخو فاطمة. مسكوا اخو فاطمة بس الحقيقي. قالت لهم لا مش ده التاني. قالوا فيه التاني ده بقى لما ضغطوا شوية على فاطمة اعترفت انها على علاقة بسعد، اتقبض عليه. بس المحامي بقى منه لله قدر ان هو يخرجه من القضية. بعدها بسنتين سنة 1951 اشترى سعد مخزن للأقمشة في ترعة المحمودية باسكندرية. شهر واحد واصطاد أول ضحاياه ونيزي مكرس تاجر أقمشة بيحطها على عربية القر وبيمشي يبيعها. ندى سعد عليه وقال له ما تيجي كده يا مكرس تشوف البضاعة الجديدة خامات وأسعار الراجل ما كدبش خبر ودخل يشوف البضاعة، وسعد كالعادة ضربه بالساطور وحفر حفرة ودفنه. شهر والتاني واصطاد الصيدة التانية مصطفى السيد عبد الجواد تاجر حبوب متريش وجامد دخل المخزن. بس المرة دي سعد اتهزت شوية، بدل ما تطير رقبة مصطفى عورته بس، وقدر مصطفى ان هو يهرب من سعد. بس سعد جرى وراه لحد ما قتله وفضل يجر في الجثة لحد ما وداها المخزن. بس المرة دي ما دفنهاش لان في واحد كان شافه وقال لك بقى اهرب قبل ما البوليس يقبض عليا، او مفيش غير بلد اللي هتلمني. اخد بعضه وراح للصعيد في بلده اسيوط، بس ما كانش متخيل ان البوليس سبقه. الملازم اول فخري عبد الملك كان بيفتش العربيات والقطارات على الطريق الزراعي، وهو كده بيفتش في العربيات لاحظ ان في واحد في الاتوبيس في كل مواصفات السفاح، فراح وسأله اسم سعادتك قال له جورج عبد السلام. قال له قال له لا جورج عبد الملك. قال له ايوه كده بقى هتركب.
وقال له يلا معايا كده على اسم البوليس عشان يتقبض على سعد اسكندر السفاح كرموز اللي شيب اسكندرية، ويتحكم عليه بالإعدام سنة 23 فبراير 1953. الخط نوفل 150 ضحية. نوفل سعد ربيع هو من أشهر من لقب بخط الصعيد. الضحايا اللي كان بيقتلهم بإيده أو حتى كان بيدي أوامر بقتلهم عددهم أكتر من 150 شخص. نوفل سعد ربيع هو من قبيلة الهوار العريقة، شاب طيب وفي المدرسة وعمره 13 سنة، عنده طموح وأحلام زيه زي أي شاب عادي، بس فجأة اتغيرت حاله وأحلامه بعد ما اتقتل أبوه وأخوه وابن عمه على يد عيلة هنداوي اللي كانت عايزة تاخد بطار شخص مات من 35 سنة. نوفل وهو لسه في مرحلة المراهقة أصبح زعيم عيلته، أخد بطار أهله كلهم وقتل عيلة هنداوي. حياته راحت لسكة تانية خالص، بيتاجر في السلاح المخدرات، عمل مزرعة أفيون في أرضه وكمان بنى منزل عليها وحصنه، لدرجة إن الشرطة حصرت بيته أكتر من مرة بس معرفتش تهاجمه. وفي أواخر كده العشرينات من عمره بدأ نوفل يشتغل مع الداخلية وكان بيساعدهم إن هم يقبضوا على الإرهابيين، مقابل ده إن هم يسيبوه يعمل اللي هو عايزه. بس في النهاية بعد حصار طويل لقلعته وضربها اتقتل نوفل سنة 2007 وكان عمره 35 سنة. خط الصعيد في أكتر من مجرم اتسموا بخط الصعيد، بس أول واحد اتسمى بخط الصعيد كان محمد منصور. اتولد في أسيوط سنة 1907. بدأ مشواره الإجرامي بقتل واحد من أهل قريته، وكعادة الصعيد بيقتلوا عشان ياخدوا بالطار. بعدها هرب منصور للجبل عشان يبقى واحد من المطاريد. يوم ورا يوم قدر منصور يلم حواليه مجموعة من المطاريد والهاربين من الأحكام وشكل عصابة للهب والسرقة والقتل. ارتكبوا أكتر من 60 جريمة قتل و20 جريمة سرقة. قدرت الشرطة إنها تعمل كمين لعصابة الخط دوت لما أمر محمد منصور بخطف طفل وطلب من أهله فدية أكتر من 200 جنيه. وقتها الشرطة حصلت تبادل إطلاق النار واتقتل منصور في الجبل. السفاح المثقف ده بقى حكايته حكاية. محمود أمين سليمان خريج كلية الآداب ومثقف وشاعر، وكان مختلط بالفنانين والكتاب، كان بيقدم نفسه ليهم على إنه صاحب دار نشر، لكن فجأة فوجئ الجميع بالقبض عليه بتهمة سرقة فيلة أمير الشعراء وأم كلثوم. في التحقيقات اعترف محمود إن هو ارتكب 58 حادثة سرقة للمشاهير. في شهر مارس سنة 1960 بعد القبض على محمود بكام يوم قدر إن هو يهرب من السجن. وهو في السجن شك إن مراته على علاقة بالمحامي اللي كان بيدافع عنه، فهرب عشان يقتلهم وسافر على طول على اسكندرية. وهناك راح لمنزل صاحب المحامي وسأله عن مكان المحامي، ولما قال له إنه ما يعرفش مكانه قتله. بعدها قتل أخت مراته وقتل كمان المحامي ومراته، وهو كمان في الطريق قتل 8 في رحلته أثناء الهروب. محمود كان بيحب يتحدى دايما الشرطة، حتى إنه في يوم ركب تاكسي وخرج للسواق جورنان وقال له شوف مين دوت كده، قال له ده أنا، بس طمن السواق وقال له ما تخافش أنا مش هأذيك، بس خد الرسالة دي وسلمها للشرطة. شفتوا البجاحة وصلت لحد فين؟ بعدها كده بكام يوم اتصل بالفنانة تحية كاريوكي وقال لها لو ما سلمتنيش 200 جنيه أنا هاجي أقتلك. قامت مبلغة البوليس، بس محمود ما جاش ولا أخد الفلوس. بعدها قدمت تحية على طول في إعلان في إحدى الجرائد وقالت لو راجل وابن بلد تعال وشوف أنا هعمل فيك إيه. في النهاية اتقتل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة اللي حصرته في المغارة اللي كان مستخبي فيها في حلوان. وبكده يكون اتعرفنا عن أخطر 4 سفاحين مروا في تاريخ مصر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.